المفترض أن تعرض هذه الحلقة على قناة التحرير، لكن قناة تحرير العقول منعت الحلقة من العرض دون أي اعتذار للمشاهدين أو تنويه مسبق. تحجبوا أولا بوجود عطل في البث، وثانيا بطول الحلقة، وثالثا بتأخر تسليمها قبل موعدها بيومين. والحجج الثلاث غير صادقة على الإطلاق، فالحلقة مبدئيا لم ترسل إلى مركز البث في البحرين بأمر مباشر من صاحب القناة، ولا وجود لأي عطل فني في عملية الإرسال التي لم تتم أصلا. وثانيا كان الاتفاق بيني وبين رئيس قناة التحرير أن هذه الحلقة استثنائية وغير محددة المدة، على أن نبدأ في تحديد مدة الحلقات من الأسبوع القادم ب 52 دقيقة للحلقة. وثالثا إذا كذبتم فاكذبوا بضمير، فكيف تأخر موعد تسليم الحلقة يومين كاملين كما قلتم إذا كان تصويرها قد تم يوم الأربعاء أصلا، أي قبل عرضها بيومين، والمونتاج تم يوم الخميس أي قبل عرضها بيوم واحد، وانتهينا منه ظهر الجمعة الماضية، وهو أمر طبيعي ولا يوصف أبدا بتأخر في التسليم. عموما ربنا يخلي لنا الإنترنت، وكل التحية لملاك القناة السابقين إبراهيم عيسى وأحمد أبو هيبة ومحمد مراد مع حفظ الألقاب، الذين لم يمنعوا حلقة ولم يشاهدوا حلقات البرنامج إلا مع المشاهدين في المنازل.